العالم مش دايما بيمشي بالنيات الحسنة. دي حقيقة، مش رأي ومش تشاؤم. دي قراية هادية للي خاصل حوالينا. في ناس بتبتسم وانت فاكرها طيبة، وهي في الحقيقة بتقيسك، بتختبرك، بتحطك في خانة. وفي ناس بتقرب منك مش علشان تحبك، لكن علشان تشوف هتعرف تستخدمك ولا لأ. العالم مليان ألعاب، وأغلب الناس مش عارفة إنها داخلها. روبرت جرين ما كتبش 48 قانون علشان يحول البشر لوحوش، هو كتبهم علشان يقولك إن الغابة موجودة سواء اعترفت أو قررت تمشي مغمض. وإحنا هنا مش جايين نديك سكينة ولا نعلمك تطعن، إحنا جايين نديك ترياق علشان ما تطعنش. أول حقيقة لازم تستقر جواك، إن الطيبة لوحدها مش كفاية، الطيبة من غير وعي مخاطرة. أول قانون: عمرك ما تبان أذكى من اللي فوقك، مش علشان هو أحسن ولا علشان أنت أقل، لكن لأن الغرور أكتر حاجة بتعمي. التاريخ كله مليان ناس موهوبة اختفت، مش علشان فشلت، لكن علشان لمعت زيادة. الملك مش بيخاف من الغبي، بيخاف من الذكي. والمدير مش بيقلق من الكسول، بيقلق من اللي ممكن ياخد مكانه. الترياق هنا إنك تفهم التوقيت وتفهم النفوس. خلي ذكائك شغال بس مش متشاف، وخلي نجاحك باين بس مش مستفز. القانون التاني: لو دخلت صراع اخلصه. نص خصومة بتخلق كراهية، ونص مواجهة بتسيب ثأر. في الحياة اللي يسيب عدو واقف بيسيبه يتعلم، وبيسيبه يخطط. القانون ده مش دعوة للقسوة، ده دعوة للحسم. الترياق إنك تحط حدود واضحة نهائية، يا تقفل الباب يا ما تفتحوش من الأول. القانون الثالث: اخفي نواياك. مش كل اللي في دماغك يتقال، ومش كل خطوة تتعلن. الغموض مش خبث، الغموض أمان. اللي أوراقه مكشوفة سهل يتلعب بيه وسهل يتضغط عليه. الترياق إنك تتكلم لما يكون للكلام وزن، وتسكت لما السكوت يحميك. القانون الرابع: خلي كلامك أقل من اللازم. الكلام الكتير بيفضح وبيقلل القيمة. في أي نقاش اللي بيتكلم أقل بيسمع أكتر، واللي بيسمع أكتر بيفهم أكتر، واللي بيفهم هو اللي بيسيطر من غير ما يبان. القانون الخامس: سمعتك هي حياتك. السمعة بتسبقك، بتحارب عنك وبتحميك، وأحيانا بتدمرك. اللي يسيب سمعته تتآكل بيقضي عمره يدافع عن نفسه. الترياق إنك تبني صورة هادية ثابتة مش متناقضة. القانون السادس: خلي الناس محتاجاك، مش علشان تتحكم لكن علشان تأمن نفسك. اللي ملوش قيمة بيتم استبعاده بهدوء ومن غير صوت. الترياق إنك تطور مهارة أو معرفة، لو اختفت تحصل فجوة. القانون السابع: خلي غيرك يعمل وانت تدير. مش سرقة، دي طبيعة أي منظومة، فيه اللي بيشيل وفيه اللي بيحدد الاتجاه. الغلط إنك تفضل طول عمرك في خانة الشيل. القانون الثامن: ما تستعجلش. القوة مش في الهجوم، القوة في الصبر. في معارك بتكسبها وانت واقف. الترياق إنك ما تتحركش بدافع الغضب. القانون التاسع: اكسب بالعقل مش بالجدال. الجدال بيكسبك لحظة وبيخسرك ناس. الترياق إنك تخلي أفعالك هي اللي تتكلم. القانون العاشر: ابعد عن التعساء. المشاعر معدية، اللي دايما شايف نفسه ضحية هيحولك ضحية.
حتى لو من غير قصد. الترياق إنك تختار دايرتك بحكمة. القانون 11: خلي الناس تخاف تخسرك، مش خوف رعب، خوف فقدان. اللي وجودك أو عدمه واحد سهل الاستغناء عنه. القانون 12: استخدم الصدق بحساب، مش كل حقيقة تتقال. كلمة صادقة في وقت غلط ممكن تدمر. القانون 13: اطلب من المصلحة مش من الرحمة. الناس بتنسى الجميل لكن ما بتنساش المصلحة. القانون 14: خليك ذكي بس ما تبانش خطر. الذكاء الزايد بيخوف، والخوف بيخلق أعداء. القانون 15: اعرف إمتى تمشي. الانسحاب مش دايما هزيمة، في معارك الانسحاب منها نجاة. القانون 16: خلي دايما مخرج. اللي يقفل على نفسه بيتحاصر. القانون 17: خلي الناس محتارة منك. المتوقع سهل السيطرة عليه. القانون 20: ما تتحيزش بدري. الحياد قوة. القوانين دي مش علشان تخليك قاسي ولا متلاعب، دي علشان لما تقابل لعب تعرف إمتى تسكت وإمتى تمشي وإمتى تقف. إنت مش مطالب تستخدم القوانين، لكن لازم تكون عارفها، لأن اللي ما يعرفش بيستخدم، واللي فاهم بيختار. وفي عالم الابتسامة فيه مش دايما أمان. الوعي مش رفاهية، الوعي ضرورة. خليك فاهم بس خليك إنسان. خليك واعي بس خليك رحيم. كفاية إنك تبقى شايف وساكت وعارف، وده لوحده قوة. خليك فاكر إن الوعي مش لحظة، الوعي أسلوب حياة. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش تسمع الكلام ده وتقفل الفيديو وترجع زي ما كنت. القوانين دي لو فضلت حبر على ورق مش هتنقذك. اللي ينقذك إنك تشوفها وهي شغالة في الواقع، في الشغل، في القعدة، في المكالمة، في الرسالة اللي اتبعتت وفي اللي ما اتبعتتش. في ناس بتقيسك من أول دقيقة، مش علشان تحكم، علشان تحدد هتعاملك إزاي. هل ينفع تضغط عليه؟ هل ينفع تستهين بيه؟ هل ينفع تستخدمه؟ واللي مش واعي بيبان من استعجاله، من كلامه الكتير، من دفاعه عن نفسه، من خوفه. الخوف أكتر حاجة بتكشف الإنسان. علشان كده القوة الحقيقية إنك ما تبانش مستني حاجة ولا خايف من حاجة. اللي مش محتاج صعب يتسيطر عليه. مش محتاج رضا ولا تصفيق ولا تأكيد. وده مش غرور، ده اتزان. في فرق بين واحد واثق وواحد متعالي. الواثق هادي، المتعالي صوته عالي. الناس بتخاف من الهادي أكتر ما بتخاف من العالي، لأن العالي بيكشف والهادي مخفي. خد بالك، مش كل حد بيضغط عليك عدو. أحيانا الضغط اختبار، بيشوفوا هتغلط ولا هتمسك نفسك. واللي بيمسك نفسه بيكسب احترام من غير ما يطلبه. الوعي مش إنك تكسب كل مرة، الوعي إنك ما تخسرش نفسك، ما تخسرش كرامتك ولا قيمك ولا سلامك الداخلي. في ناس كسبت لعب وخسرت نفسها، وفي ناس سابت لعب وكسبت عمر. القوانين دي مش بتقولك ابقى قاسي، بتقولك ابقى صاحي. في فرق بين الطيبة والسذاجة. الطيبة اختيار، السذاجة غفلة. وانت لازم تختار، مش تنام كل مرة تقول أنا طيب زيادة. افتكر إن الطيبة من غير حدود استنزاف. وكل مرة تحس إنك بقيت قاسي راجع نفسك. هل بقيت واعي ولا بقيت بتعاقب الدنيا؟ التوازن مش سهل، بس هو النجاح. وفي نص الزحمة والضغط والسرعة خلي بالك إن أكتر ناس بتداس هي اللي مستعجلة. المستعجل بيغلط
والغلط ليه تمن، مش دايما فلوس، أحيانا سمعة، أحيانا فرصة، أحيانا سنين. علشان كده الهدوء مش رفاهية، الهدوء أداة تخليك تشوف اللي غيرك مش شايفه، وتسمع اللي غيرك مش سمعه، وتفهم قبل ما تتحرك. وفي عالم الكل فيه بيتخانق، اللي بيعرف يمشي من غير خناقة بيعيش أطول. مش كل معركة تستاهل، ومش كل انتصار مكسب. أحيانا أكبر مكسب إنك تمشي وإنت فاهم، مش وإنت مهزوم. وفي الآخر افتكر حاجة واحدة، القوة مش إنك تكسب، القوة إنك تعرف إمتى ما تلعبش، وإنك تفضل واقف على رجليك من غير ما تدوس. دي كانت جرعة وعي مكثفة وترياق لعقلك من قناة ترياق، لأن المعرفة هي الدواء.